عارف يعني ايه تاخد معالج فلاج شيب في موبايل فئه متوسطه لسه؟ ده غير الشاشه بقى وبقيه الامكانيات. الصراحه الموبايل ده رهيب، وبالتالي طبيعي جدا ان هم يشيلوا كارت الميموري، لان مفيش حد هيحتاج ميموري مع 1 تيرا مساحه اصلا. في الفيديو ده معايا الريدمي نوت 12 تيربو، موبايل جديد من عائله النوت 12 من شاومي. بصراحه ده اجمدهم، موبايل خطير قوي، واتمنى انه ينزل بسعر كويس، لان لو ده حصل حرفيا الموبايل ده هيقضي على كل موبايلات الفئه المتوسطه، وده بسبب امكانياته الرهيبه جدا دي. الموبايل ده جايب معالج فلاج شيب. عارف يعني ايه تاخد معالج فلاج شيب في موبايل فئه متوسطه لسه؟ حاجه رايقه قوي يا جماعه. ده غير الشاشه بقى وبقيه الامكانيات. الصراحه الموبايل ده رهيب، فانت كالعاده هتبقى طالع من الفيديو ده عارف كل حاجه عن الموبايل. اي حاجه انت عايز تعرفها عن الموبايل ده هتعرفها في الفيديو ده، ولكن حابب انوه ان الموبايل ده لسه ما نزلش عالميا اصلا. الموبايل ده نزل بنسخه صينيه، هي دي الحاجه اللي نزلت بمسمى ريدمي نوت 12 تيربو. المفروض بقى ان النسخه العالميه هيبقى اسمها بوكو اف 5، ولكن لو ده هيبقى البوكو اف 5 فهم الصراحه عاملين كميه حاجات مش موجوده في البوكو اف 4. فكفايه كلام كتير كده في المقدمه، خلينا ندخل في الفيديو على طول. خلينا نبدا كده على طول بتصميم الموبايل ده. والموبايل ده جاي بظهر من البلاستيك هنا مع فريم برده من البلاستيك، ولكن ما علينا خلينا نتفرج هنا على شكل الموبايل. هتلاقي هنا رصه الثلاث كاميرات ولكن من غير اي فريم للكاميرا، كل عدسه طالعه لوحدها كده. يعتبر مشابه للريلمي 10 برو بلس، بالاضافه لوزن 180 جرام. الموبايل ده مش هيبقى تقيل، حاجه كده خفيفه خالص وسهل ان انت تشيلها، مع تخانه هنا 7.9 مللي، وهيبقى هنا كويس جدا، ما هوش تخين ولا رفيع. وبالمناسبه 7.9 مللي بالنسبه لحجم البطاريه فده الصراحه حاجه كويسه جدا. تعقيبي الوحيد بس على التصميم ان هو جاي من البلاستيك مش من الازاز، خصوصا ان السعر المتوقع بتاعه هيبقى غالي مش رخيص، ولكن هم عملوا هنا تضحيات في التصميم الصراحه، بحيث ان هم يدوك بقى بقيه الامكانيات العاليه جدا اللي موجوده في الموبايل. زي الشاشه مثلا، بتتكلم هنا في شاشه 6.7 انش. الشاشه هنا هي اولد فول اتش دي و120 هرتز مع الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس. مش بس كده، كمان الشاشه دي بتدعم 68 مليار لون. هيجي واحد يقول لي انا ازاي عيني هتقدر تشوف 68 مليار لون؟ عدد كبير جدا صح؟ احب اقول لك هنا تقنيه ال 68 مليار لون دي بتديك واقعيه في الالوان، وبالتالي الوان الشاشه هنا مش بتميل بقى للساتوريشن العالي او كده، هي بتميل هنا للالوان الطبيعيه جدا، حاجه كده زي اللي شفناها في الشاومي 12 تي وال12 تي برو. تقريبا هي اصلا نفس البانل اللي كانت موجوده فيه. فالصراحه هتاخد هنا شاشه خرافيه مع حواف قليله وسطوع بيوصل لحد 1000 نتس. هتشوف الشاشه هنا كويس جدا تحت الشمس. ففي نقطه الشاشه، شاشه الموبايل ده تاخد 10 من 10 ونجم، شاشه بجد ممتازه. خلصنا بقى كلام عن الشاشه، هنيجي دلوقتي لاقوى حاجه موجوده في الموبايل وهي المعالج. انت هنا معاك معالج فلاج شيب. عارف يعني ايه تاخد معالج فلاج شيب في موبايل فئه متوسطه لسه؟ حاجه بجد ممتازه قوي. هتلعب هنا ببجي على اعدادات عاليه وحاجات كده مش منطقيه بالنسبه للفئه السعريه دي. المعالج اللي هنا هو اول مره نسمع عنه، لان ده اول موبايل يجي بالمعالج ده اصلا، وهو السناب دراجون 7 بلس جين 2، معالج جديد ولسه اول مره نسمع عنه. المفاجاه بقى ان المعالج ده اعلى من السناب دراجون 8 جين 1، ايوه المعالج الفلاج شيب بتاع السنه اللي فاتت. الموبايل هنا بيدي اداء خرافي، مش هيهمك هنا بقى لا بجات شاومي ولا الواجهه بتاعتهم خالص. انت هنا بتاخد معالج ما بيهنكش، انسى انه يهنج، مستحيل. هتلاقي الموبايل هنا معاك طياره حرفيا بقى، مفيش اي تقطيعات خالص. ومن ناحيه الالعاب برضه في الموبايل ده بيلعب ببجي على اعدادات خرافيه بالنسبه للسعر. تسمع عن ان موبايلات الفئه دي كلها بتلعب تقريبا على اتش دي ار وفريم ريت الترا. هنا الموبايل ده بيلعب على الترا اتش دي وفريم ريت الترا. انت متخيل حرفيا اعدادات جرافيك عاليه قوي بالنسبه للسعر بتاع الموبايل. مش بس كده، انت لو قللت الجرافيك ل اتش دي ار هتقدر تلعب على اتش دي ار وفريم ريت اكستريم. انت متخيل حرفيا اللعبه هنا بتشتغل على اعدادات مش موجوده في الفئه دي خالص. كل موبايلات الفئه دي علشان تعرف تلعب على اكستريم لازم تقلل الجرافيك لحد سموث. هنا انت بس محتاج تقللها من الترا اتش دي ل اتش دي ار بس، وده طبعا بفضل المعالج الرسومي الادرينو 725. تجربه فلاج شيب حرفيا من ناحيه الاداء. كمان برضو في نقطه جباره قوي في الموبايل، الموبايل ده مش بيدعم ميموري. هتقول لي ايه الجبار في كده؟ هقول لك ان الموبايل ده بيدعم مساحه داخليه لحد 1 تيرا. ايوه الموبايل ده متوفر منه فعلا نسخه 1 تيرا مع 16 جيجا بايت رام. نسخ الموبايل ده بتبدا من اول 256 8، في برضه 256 12، في بقى 512 مع 12 رام و1 تيرا مع 16 رام. انت متخيل حرفيا الساعه دي رهيبه جدا، حاجه برضه مش موجوده الا في الفلاج شيبس، وبالتالي طبيعي جدا ان هم يشيلوا كارت الميموري، لان مفيش حد هيحتاج ميموري مع 1 تيرا مساحه اصلا. وطبعا المساحه الداخليه هنا جايه بسرعه اليو اف اس 3.1. فتجربه يا معلم رايقه قوي. انسى بقى انه يهنج، انسى انه يقطع، انسى ان المساحه تتملي. ولو معاك النسخه الواحد تيرا دي انسى ان في اي برنامج يقف في الخلفيه. كل البرامج هتفضل شغاله لفتره طويله جدا، وده كله بفضل ال 16 رام اللي اصلا الكمبيوتر بتاعي اللي ورا ده 16 رام اصلا. فرقم 16 رام ده اصلا كبير قوي على الموبايل. خلصنا كلام بقى عن المساحه الداخليه والرامات والحاجات دي كلها، نيجي للكاميرات. وهنا الصراحه الكاميرات كويسه جدا، ولكنها لا ترقى لمستوى الفلاج شيب طبعا. يعني هو هنا اداك شاشه كويسه جدا مع معالج يديك تجربه الفلاج شيبس مع مساحه داخليه ورامات عاليين جدا. هنا في الكاميرات اداك كاميرا زي اللي موجوده في الفئه دي. اتكلم هنا على العدسه الرئيسيه 64 ميجا بكسل مع مثبت بصري، مع 8 ميجا بكسل للالترا وايد و2 ميجا بكسل للماكرو زي اي موبايل في الفئه دي، مع سيلفي هنا 16 ميجا بكسل. الصور اللي هيديها لك الموبايل ده الصراحه بالنهار كويسه جدا من ناحيه التفاصيل مثلا او الالوان، حتى دايناميك رينج الصراحه ممتاز. مش هتلاقي مثلا السحاب بيفرقع او كده، هتلاقي اللون الازرق بتاع السحاب عادي جدا. فالصراحه هنا التصوير بالكاميرا خلفيه الصبح حلو، هيديك تجربه صراحه لا تقل اطلاقا عن اي موبايل في الفئه دي فيما عدا السامسونج اي 73. ولكن تجربه التصوير هنا بالكاميرا خلفيه على الرغم من ان السنسور 64 ما هوش مثلا 108 او 200 زي مثلا الموبايلات اللي في الفئه دي، الا انه الصراحه بيدي تجربه كويسه جدا، بل تتفوق كمان على بعض الموبايلات اللي جايه ب 108 على الفاضي كده. تصوير الفيديو بقى في الموبايل ده بالكاميرا خلفيه 4K
30 فريم. ولكن تصوير السيلفي هنا صراحه كويس قوي من ناحيه التفاصيل مثلا، لكن لون الجلد هنا محتاج ايديت، بس تحس ان لون الجلد رصاصي شويه. فمن الاخر بتاخد كاميرات خلفيه كويسه قوي في الموبايل ده، ولكن السيلفي محتاج تظبيط. وبالمناسبه الموبايل ده طبعا جاي بصوت ستيريو كعاده كل موبايلات شاومي، طبعا صوت عالي واضح نقي، حاجه كده ممتازه تكمل على الشاشه الرايقه اللي في الموبايل ده. وحاجه كده ما بتحصلش كل يوم، شاومي ضايفه هنا البروكسيميتي سنسور، اللي هو سنسور التقرب بتاع المكالمات، بحيث انت بتتكلم الموبايل يقفل على وشك على طول. دي حاجه كده شاومي بتحطها في موبايل و10 لا. نيجي بقى دلوقتي لبطاريه الموبايل. انت مع الشاشه اللي بتسحب بطاريه بالعبيط دي 68 مليار لون بقى و120 هرتز وليله كبيره قوي سعادتك يعني، فانت معاك بطاريه هنا كبيره جدا 5000 ملي امبير، مع الشاحن السريع جدا ال 66 واط واللي موجود في العلبه، مش زي سامسونج بقى اللي عماله تشيل في الشواحن من كل موبايلاتها. فلو البطاريه مثلا فصلت منك في اخر ساعه او ساعتين في اليوم، فتقدر تشحنه هنا تقريبا ساعه الا تلت، ودي تعتبر كويسه جدا، ولكنها مش اسرع حاجه يعني. شفنا من شاومي موبايلات كتير جايب شاحن 120 واط وتقريبا في نفس سعر الموبايل ده، ولكن 66 واط ما زالت كويسه جدا. وصلنا بقى دلوقتي لمحتويات العلبه. هنا معاك كل حاجه حرفيا، معاك طبعا الموبايل وفي سكرينه متركبه عليه، معاك الجراب، معاك هنا الشاحن 66 واط. وصلنا بقى دلوقتي لسعر الموبايل. زي ما قلت لك الموبايل ده نازل في الصين، لسه ما نزلش منه اي نسخه جلوبال، ولكن من المتوقع ان سعره يتراوح ما بين 300 ل 400 دولار، وانا شايف ان ده سعر ممتاز. حتى لو نزل ب 400 دولار فهو برضه ما زال سعر كويس جدا. هات لي موبايل كده ب 400 دولار بيقدم الامكانيات بتاعه الموبايل دي. فهو هنا بيتراوح من 300 ل 400 دولار على كل النسخ بقى اللي موجوده من الموبايل ده. انت عندك تقريبا 5 نسخ، الفرق بين كل نسخه والثانيه في الرامات والمساحه الداخليه. ومن المتوقع برضه ان شاومي هتنزل الموبايل ده النسخه الجلوبال في تقريبا شهر 6 او 7 الجاي. فلو ناوي تشتري موبايل متوسط في نفس السعر ده كده، فاستنى شهر 6 او 7 الجاي، وهينزل ان شاء الله في الفتره دي، ولكن بمسمى البوكو اف 5. ولكن ما اظنش ان هو ممكن ينزل مصر، ولو نزل مصر هيبقى سعره فوق ال 20000 جنيه، وده بجد انا مش ببالغ، لان ساعتها اتوقع هتكون اسعار زادت عن كده كمان. نيجي بقى دلوقتي لرايي النهائي في الموبايل ده. من وجهه نظري الصراحه انا شايفه متكامل قوي، لا متكامل بزياده، مش متكامل بس، حتى هو متكامل بزياده. عيوب الموبايل ده من وجهه نظري ان هو جاي بظهر من البلاستيك مش من الازاز، وحوار بس الدايناميك رينج اللي محتاج يتظبط في التصوير بالكاميرا السيلفي او بالفيديو بالكاميرا الخلفيه. غير كده الصراحه الموبايل فيه كل حاجه حرفيا، شاشه موجوده، معالج موجود، بطاريه، كاميرات في الاوضاع الطبيعيه برده موجوده كويسه جدا، مع شاحن سريع موجود في العلبه، مع سعر المتوقع ده يبقى سعر رخيص جدا على امكانياته على فكره. اتمنى بس ان هو ينزل بالسعر ده وما الاقيش شاومي مسعراتها تسعير غالي. فبس كده دي كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واهم حاجه تفعلوا على الكل علشان يوصلك بس كل الاشعارات الجديده، لانك لو مش عامل الكل فانت كانك مش مشترك في القناه، لان ما توصلكش كده اي فيديو بنزله. فتاكد ان انت مفعل الجرس على الكل لو انت مشترك في القناه. وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.